أحمد الله رب العالمين، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، عظمة ديننا أن المسلم في الإسلام يربط عبادته وتاريخه بتاريخ الإسلام الممتد منذ أبينا إبراهيم. يعني نحن الحلقة الأخيرة في الإسلام. هو سماكم المسلمين من قبل، شرع لكم من الدين. يعني نحن أخذنا جزء من الدين، ولكنه تتمة الدين، تتمة الشرائع، تتمة المذاهب، تتمة ما نزل على الأنبياء والرسل من إخوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فلما انتقل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، فصارت المدينة منورة ونورت بوجوده عليه الصلاة والسلام، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل: لما؟ قالوا: هذا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومنا من فرعون. قال: أنا أحق من أخي موسى منهم. فصار يصوم هذا اليوم، يوم 10 من المحرم. سبحان الله، العجب في الإسلام أنه يربط حتى المناسبات والأعياد بعبادة لله سبحانه وتعالى. يعني عايز أشكر رب العباد على أن نجى كريم الله سيدنا موسى، هذا النبي الرسول المكلم من قبل رب العباد عز وجل ومن أولي العزم، وأخ للنبي صلى الله عليه وسلم، أن أصوم لله شكرا أن نجى الله سبحانه وتعالى الرسالة الموسوية أو اليهودية من فرعون الظالم ومن إجرامه ومن جيشه الجرار الذي أراد به أن يقتل كريم الله موسى. فانظر إلى المقصد التعبدي أو المقاصد في العبادات، أو انظر إلى ماذا تزرع العبادة في كيان الإنسان. يعني كي أشكر الله أصوم، سبحان الله. لكن في ملمح، لما كانت أعيادنا محددة وقليلة، يعني الفطر بعد صوم رمضان، سبحان الله الأضحى بعد يعني شعيرة الحج، كثرت عندنا أو تكاثرت عندنا من تأليفات المتمسلمين ومدعي الإيمان، كثرت المناسبات والأفراح، لأنها كثرت الأحزان. كيف؟ يعني شايف عيد الأم والعقوق على، يعني زي ما بيقولوا إخواننا المصريين، على ودنه. يعني العقوق واخد راحته، سبحان الله العظيم. وعقوق مزدوج، عقوق الأبناء للأمهات أو الآباء، وعقوق الآباء للأبناء، سوء تربية، تفرقة في التعامل، البنت المريحة لي أحبها والبنت غير المريحة أبغضها وأدعو عليها، الولد المريح لي أعطيه هدايا وهبات وقد أعطيه الميراث كله، والولد اللي يناقشني ويجادلني أو يعترض على شيء أمنعه من الميراث للأسف، وأكتب في الوصية هكذا وهي وصية جائرة. عقوق مزدوج، يعني من الصغير للكبير ومن الكبير للصغير. ويقول لك عيد الأم، ما عيد الأم؟ يعني الواجب أنا 365 يوم أو 360 يوم من السنة الهجرية على مدار عمري كله، أنا سبحان الله أبر أمي يعني وأبر أبي. المهم المناسبات يجب أن ترتبط كما حددها أو بينها الإسلام بأن نعبد الله سبحانه وتعالى بهذا العلو والسمو. يعني أن تصوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني ويستن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصوم يوم عاشوراء، يعني حمدا لله وشكرا
أن نجى الله موسى من فرعون. والله هذه أمة ما أعظمها وما أحلى الإسلام وما أجمل الإسلام وما أرق مشاعر الإسلام وما أعظم يعني مشاعر شعائر المسلمين، ولكن نحن يعني غفلنا عن هذه المعاني. فلنصم يوم عاشوراء لنفرح أنفسنا بإسلامنا ونستن بسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما قال أنا أحق بأخي موسى منهم صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. هل من أعمال أخرى غير الصيام؟ والله يا عمار يا ابني أي مناسبة الإنسان يتوقف فيها ويحاول أن يصلح. يعني شغلتنا عيوب الناس عن عيوبنا يا عمار. يعني أنا من الواجب أجلس مع روحي وأشوف أنا في يوم عاشوراء هذا من يوم عاشوراء الماضي إلى الآن أما زالت في الغيبة، أما زالت في النميمة، أما زال في الكذب، أما زال في الحقد، أما زال في التهجم على الناس، أما زالت لي موقع على السوشيال ميديا لأشتم والعلماء والدعاة. ويعني طب يا عم خلي الشتائم دي لأعداء الإسلام ولمحطم الإسلام، لا هو بيصطاد إخوانه المسلمين أو أساتذته أو علماءه لكي يعني يجب مراجعة أنفسنا أولا بأول، وتكون كل يوم علامة من العلامات ليتوقف الإنسان فيها عند إصلاح العيوب وإظهار الخير. هل فضلها أفضل من صيام الاثنين والخميس؟ لا، هذه عبادة وتلك عبادة. يعني صيام الاثنين والخميس سنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه قيمة مضافة كما تقولون أنتم في عالم الاقتصاد وعالم البزنس. يعني هذه قيمة مضافة للإنسان. كلما صام الإنسان يوما مستشعرا هذه القضية خاصا على أبنائه وبناته هذه المسألة، يبقى فينا روح الإسلام المتجددة. يعني القضية مش موازنات ما بين أي أفضل. قد يقبل الله عز وجل تسبيحة من مسلم ولا تقبل منه صيام شهر كامل. يعني هذه طلاقة القدرة الإلهية. طيب هل ورد عن الرسول عمل معين غير الصيام؟ لا، لم يرد إلا يعني هذا العمل في هذا اليوم وكفاه من عمل عظيم. ليست القضية صيام عمار عن الطعام والشراب يوم عاشوراء أو غيره، لا، عبادة الصوم عبادة عجيبة في أن تصوم الجوارح عن كل شيء يغضب الله وتنطلق الجوارح وتفطر على كل شيء في مرضاة الله. هذه القضية الرمزية في المسألة. بارك الله فيك يا ابن. السلام عليكم ورحمة الله.